حادي بادي كرنب زبادي سيدي محمد البغدادي. طبعا كلنا لعبنا اللعبة دي واحنا صغيرين، ويا سلام بقى لو الواحد مش مذاكر وراح الامتحان ولقى سؤال اختياري، يقوم ماسك الاختيارات ويقوم مديها حادي بادي كرنب زبادي سيدي محمد البغدادي يا كتكوت روح السوق هات البيضة من الصندوق اوعى تاخدها الطقطوق. تبقى هي دي. وطبعا ما كناش نعرف ان سيدي محمد البغدادي ده شخص حقيقي وليه مقام عندنا في الجمالية في خانقاه بيبرس الجشنكير. وخانقاه يعني مكان المتصوفين المنقطعين للعبادة، وكانوا بيقعدوا في الاوض اللي انتوا شايفينها دي. أما بقى صاحب الخنقاه فده بقى حكايته حكاية، كان شغال مع السلطان المنصور قلاوون وولاده من بعده، عشان كده كان اسمه بيبرس المنصوري. أما الجشنكير فده اسم وظيفة متذوق طعام السلطان، يعني السلطان ما ينفعش يحط حاجة في بقه إلا لما يدوقها الأول ويتأكد إن هي خالية من السم. جه بقى بيبرس سنة 1306 وقال لك هبني الخنقاه دي، وقبل ما تخلص كانت سلطن على حكم مصر مكان الناصر محمد ابن قلاوون. وفي ال10 شهور اللي مسك فيها الحكم قلت مية النيل، فتأثرت الأوضاع الاقتصادية، وكان دايما المصريين مش بيتفائلوا بأي حاكم تقل مية النيل في عهده، وبيعتبروه حاكم شؤم وفقر. فقامت عليه المظاهرات لغاية لما رجع الناصر محمد للحكم، وأمر المماليك بخنق بيبرس وقفلوا الخنقاه دي ومرضيش يدفنوا فيها. بصوا هنا على الكتابات دي هتلاقوا اسم بيبرس، لكن صفته كسلطان مش موجودة، وهي ما وقعتش مع الزمن ولا حاجة، ده الناصر محمد هو اللي شالها بعد ما رجع للحكم. المهم يا سيدي، في سنة 1914 لما جه الشيخ محمد أمين شيخ الطريقة النقشبندية من العراق، خد الخنقاه دي مقر لحلقات الذكر وتلاوة القرآن والأوراد والعلم ولقاء المريدين، وسماه المصريين وقتها الشيخ محمد البغدادي. ولما مات اتدفن هنا في الخنقاه تحت القبة اللي كان عاملها بيبرس لنفسه عشان يدفن فيها، وسبحان من له الدوام. بصوا بقى على العتبة دي واحنا داخلين الخنقاه، متاخده من معبد فرعوني، ودي كانت عاده في الوقت ده انهم ياخدوا حجاره من المعابد الفرعونيه ويستخدموها في البناء. وكده خلص فيديو النهارده، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش. اعملوا لايك وشير واستنوني في حكايه جديده. اهم حاجه لما تيجوا